السلام عليكم. النهارده هنعمل شاورما بيتي في نفس الوقت شبه المطاعم بالظبط. يلا بينا. معانا كيلو لحمه متقطعه شرايح رفيعه. هنتبلها بعصير بصله متوسطه. هننزل عليها بمعلقه صغيره خل تفاح او خل عادي، وهننزل عليها بالملح والبهارات ومعلقه الزبادي. هنخلطهم كويس مع بعض، ولو متكتلين ممكن نضربهم ضربه خفيفه في الخلاط او الكبه. بعد كده هننزل بيهم على اللحمه ونقلبهم كويس ونغطيها وندخلها التلاجة يعني حوالي ساعه او ساعتين. في طاسة على النار هنضيف معلقة زيت وننزل بالبصل، هنشوحه لحد لما يدبل، بعدين نرفعه من على النار. في نفس الطاسة هننزل بمعلقة كبيرة ليا، وهننزل عليها ب3 معالق زيت ودقيقتين بالظبط، وننزل باللحم. هنقلب على نار عالية حوالي 3 دقايق، بعدين نغطيها ونهدي النار لحد لما تستوي. بعد ما اللحمة تستوي هننزل عليها بالبصل ونقلب تقلبتين، نرفعها من على النار. بعد كده ننزل برشة بقدونس بتديها طعم حلو قوي. جربيها، قولي لي رأيك في الكومنتات. لو عجبتك الوصفة متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة.